مباراة الاهلي وصن داونز دايما بتكلم في الفترة الأخيرة وبقول إن مباراة الاهلي أمام صن داونز هي مباراة الوصول إلى فاينل دوري أبطال أفريقيا، مش مباراة إن أنا آخد خطوة نحو الصعود لدور الثمانية، لأن الأهلي لما بياخد دفعة في بطولة أفريقيا زي كده فانسى يا معلم إنه يقع، الا بقى انه يوصل لنهائي وفاينل دوري ابطال افريقيا. يمكن في موسم 2019 شفنا الاهلي اللي بيطلع من دور الثمانيه امام صن داونز بخماسيه، وكانت الحقيقه هو موسم نقدر نقول كان سيء افريقيا بالنسبه للاهلي من بدايته لحد طلوعه امام صن داونز. ولكن ثم بعد كده في 2020 الاهلي بيصطدم بصن داونز، ولكن مع فايلر اللي بيقدم مباراه قويه جدا في جنوب افريقيا علشان يطلع بنتيجه ايجابيه 1-1 ومستفيدا في مباراة الذهاب 2-0، وكان ممكن كمان الاهلي يقدر يفوز على صن داونز في مباراة كلنا شاهدناها. ثم بعد كده كمان شفنا الاهلي مع صن داونز في دور المجموعات، صن داونز انتصرت، ولكن في النهاية الاهلي بيوصل الى الفاينل. الموسم الحالي في المباراة الاولى الاهلي بيتعادل امام صن داونز، ولكن دايما في دور المجموعات لو هنيجي نبص هنلاقي صن داونز بيتفوق على الاهلي، ولكن في الادوار الاقصائيه مين اللي بيكمل وبيوصل للفاينل؟ فهتلاقي الاهلي، رغم ان فريق صن داونز بقدراته وامكانياته وفنياته الرهيبه وانه افضل فريق بيلعب كره قدم ممتعه في قاره افريقيا، ولكن ما عندوش حته الايجابيه ان انا اوصل للفاينل، ما عندوش حته ان انا اكون بطل لدوري ابطال افريقيا، شخصيه البطل زي ما بنقول. رغم ان في بعض الاحيان ممكن تقول ان في امكانيات في لعيبه صن داونز افضل من لعيبه كتير موجوده في مصر، ولكن بتلاقي الفاينل موجود فيه الاهلي، بتلاقي فاينل 2020 كان موجود فيه الاهلي والزمالك. فدي حته مش موجوده عند بعض الانديه. ممكن فريق صن داونز ما عندوش الشعبيه الكبيره اللي فيها الاهلي مثلا عشان يقدر انه يوصل للفاينل، ولكن عنده امكانيات تانية. ولكن فريق صن داونز عنده حته كده يعني غرور شويه. فريق صن داونز دايما بيقدم مباريات قويه جدا سواء مع الاهلي قدام الاهلي او حتى قدام الوداد، ولكن في النهايه بتلاقي صن داونز بيطلع من دور الثمانيه زي 2020 مثلا امام الاهلي. بتلاقي مثلا صن داونز بيوصل بعد كده في سيمي فاينل امام الوداد، ولكن الوداد بيطلع صن داونز بعد ما قدر صن داونز في 2019 انه يفوز على الاهلي بخماسيه، ولكن بعد كده في السيمي فاينل بيصطدم بالوداد علشان الوداد بسهوله جدا وبخبراتهم انهم يطلعوا فريق صن داونز. لان هنا في حته الغرور اللي بتجيلي وانا فايق. هنا وانا فايق لو ما دوسش على الفريق اللي قدامي او الخصم اعرف ان المباراه هتتقلب عليا على طول، زي مباراه مثلا الذهاب في دور المجموعات، المباراه الاخيره امام الاهلي وصن داونز. الاهلي الحقيقه كان سيء جدا الشوط الاولاني، صن داونز كان افضل من الاهلي بكتير. كان ممكن صن داونز يطلع الشوط الاولاني بنتيجه يعني مستريحه شويه، بنتيجه ممكن تكون 2-0 على الاقل بسبب الفرص اللي ضاعت. ولكن الشوط الثاني المباراه اتحولت خاصه من بدايه الدقيقه 60 وبعد ضياع محمد هاني ركله الجزاء ديت كانت ممكن تكون نقطه تحول للاهلي انه يفوز، ولكن الحقيقه كمان كانت ممكن تكون نقطه سلبيه للاهلي، ولكن الحقيقه ضاعت وكانت نقطه سلبيه. ولكن في اللحظه دي ما كانتش نقطه سلبيه ولا حاجه، الاهلي بالعكس رجع وعمل رومونتادا وكان خسران 1-0 وعاد ب2-1، ولكن لولا الاخطاء الساذجه الدفاعيه المتكرره اللي بنشوفها دايما في خط دفاع الاهلي الحقيقه فالاهلي بيتعادل 2-2 امام صن داونز. علشان بنخش في مباراة الإياب، مباراة مهمة ليها ظروف متغيرة، ليها حسابات تانية خالص. الأهلي أمام صن داونز الاتنين عندهم سواء الأهلي 4 نقاط أو صن داونز عنده 7 نقاط، فهي مباراة الصعود والوصول للفاينل زي ما قلت لك للأهلي. الأهلي يفوز على صن داونز فهيخدم نفسه للوصول إلى الفاينل، لأن الأهلي لما يوصل لدور الثمانية فالأهلي بخبراته أفضل من فرق كتير موجودة في المجموعات التانية. الأهلي يوصل للسيمي فاينل فخلاص الأهلي موجود في النهائي، فالأهلي بيقترب من لقبه الجديد. طبعا الناحية التانية الزمالك بس مش هنتكلم عليه، خلينا نتكلم النهارده على الاهلي. ولكن طبعا الواحد بيتمنى انا كزملكاوي ان اشوف فاينل تاني بين الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا في وسط 100,000 متفرج في استاد القاهره. النهائي 2020 كان قوي وكان جميل وكل حاجه، ذكريات سيئة عليا ذكريات جميلة عليك انت كهلاوي، ولكن النهائي بقى يكون في 100,000 متفرج في استاد القاهرة، رعب حرفيا على اللعيبة وضغط كبير ومتعة رهيبة. فاعتقد ان النهائي ده
هيكون مختلف، واتمنى ان ده يحصل. ولكن خلينا نتكلم مباراه الاهلي وصن داونز. خلينا نتكلم في اول حاجه توقعاتنا للتشكيل، او مش توقعاتنا، هقول لك وجهه نظري التشكيله اللي ممكن يعني كولر يفكر فيها وتناسب طريقه الاهلي من فريق صن داونز. ولكن في البدايه فريق صن داونز من الفرق اللي عندها الحقيقه يعني جانب هجومي قوي، سواء من الوينجات او حتى في الخط الهجومي في المهاجم الصريح او خط الوسط اللي بيقدر يمسك كرة كتير وبيلاقي حلول وتبادل واجبات. ولكن صن داونز دايما طول يعني تاريخها تحس ان هم ما بيعرفوش يكون عندهم خط دفاع قوي. بيبقى عندهم لعيبه مميزه، ولكن تحس بسبب الغرور فعادي احنا كلنا هنهاجم. حارس المرمى اللي واقف في جول كيبر، لا يا معلم، جول كيبر هيطلع ويهاجم معانا وممكن يسجل جول من كتر الغرور اللي بيبقى راكبهم في بعض الاوقات والمباراه شغاله. ولكن عندهم اخطاء دفاعيه، عندهم اخطاء دفاعيه سهل انك تلعب على الكاونتر اتاك، سهل جدا وتقدر انك تسجل. ولكن الفينش عند لعيبه الاهلي في الفتره الاخيره في الجانب الهجومي عنده مشاكل، تضييع فرص كتير جدا من المهاجم الصريح سواء شريف او شادي حسين. حتى في مباراه المقاولين الاخيره كهربا الوحيد الحقيقه هو اللي كان بينزل وبيعمل فاعليه، بيرسي تاو بعيد كل البعد، وده مش لاعب يكون مهاجم ومحترف في النادي الاهلي. الوينجات حسين الشحات اللي عامل مستوى رائع جدا الموسم دوت، عبد القادر اللي بعد بسبب الاصابه، فطاهر موجود، ولكن برضه طاهر مش تحس ان هو مش الوينج. عارف انت الوينج اللي زي حسين الشحات وعبد القادر اللي يكروت كده المدافع قدامه، اللي يعدي كده ويلبس كباري، اللي يطلع معلول. حته طاهر مش كده. طاهر ممكن تلعبه باك يمين هيبقى حلو جدا على فكره، ولكن كوينج يعني مش هتلاقيه قوي ولا هتلاقيه ظهر في المباريات الكبيره. ممكن يظهر في مباريات قليله زي مثلا مباراه الوطن الكاميروني، فظهر وعمل اسيست ليه محمد شريف، ظهر بشكل كويس. ولكن طاهر في بعض الاحيان الحقيقه مش بلاقيه زي عبد القادر ولا حسين الشحات. لا، ما عندوش الحته دي، ما عندوش ان انا كروت اللعيبه. لا، انا لعيب تقليدي، وينج تقليدي. ولكن عبد القادر الحقيقه افضل بكتير من طاهر. ولكن مين اللي هيكون جاهز؟ فاعتقد ان طاهر هو اللي هيكون موجود. ولكن لما نيجي نتكلم عن التشكيله المتوقعه او من وجهه نظري، فانا شايف الحقيقه الشناوي طبعا كده هيكون موجود، محمد هاني ومحمد عبد المنعم. واتمنى ان خالد عبد الفتاح هو اللي يكون متواجد جنب محمد عبد المنعم مش ياسر ابراهيم. فلو جاهز خالد عبد الفتاح فاتمنى هو اللي يكون موجود، لانه افضل من ياسر ابراهيم بسبب تقل ووزن ياسر ابراهيم، وعنده برده اخطاء، وبرده مباراه فيها سرعات. فياسر ابراهيم في مباراه زي كده اعتقد مش هيكون في الفتره الحاليه جاهز لمباراه قويه زي كده. مباراه زي كده انت محتاج لعيبه فت، فالفت دلوقتي خالد عبد الفتاح. فلو جاهز يلعب ناحيه الشمال معلول، طبعا معلول موجود، ولكن معلول انا عاوز احرره، انا عاوزه يفضل شغال على الخط، لان الاهلي بيعتمد بشكل قوي جدا على الجانب الشمال عند معلول، لان هو ده الحته اللي الاهلي بيعتمد عليها في الخطوره او حته الهجمات اللي بيقدر الاهلي انه يشتغل عليها. قليل جدا لما يشتغل الناحيه الثانيه عند محمد هاني، خاصه لو حسين الشحات مش موجود، فانت هتلاقي كل الشغل ناحيه علي معلول. ولكن نشوف بقى نص الملعب، فانا شايف ديانج كده هيكون موجود. حته بقى اللي انا نازل علشان اكسب، فانا نازل اخد الثلاث نقط، انا ممكن اامن وبعد كده ادفع. ولكن الحقيقه لو القندوسي ما بداش من بدايه المباراه، فالقندوسي مش هيكون اضافه في الشوط الثاني، لان القندوسي من نوعيه اللعيبه اللي هي عايزه تبدا من بدايه المباراه، اخد حساسيه المباراه في اول 10 دقائق وهتلاقيني بعد كده دخلت في الجيم. ولكن ان انزل الشوط الثاني اخر ربع ساعه وثلث ساعه فهاخد وقت، فمش هديك اضافه. والحقيقه دي نوعيه من نوعيات لعيبه على فكره موجوده وعادي جدا. ولكن عشان كده بتمنى ان لو القندوسي ليه دور وان الاهلي بيدور على 3 نقط، فالقندوسي وديانج وحمدي او مروان، في حد من الاثنين يلعب، بحد من الاثنين. قفشه طبعا يعني العب لي بقى يا معلم ايه الشوط الثاني لو انت عاوز تبدل او حاجه. ولكن ديانج القندوسي هم الاثنين دول اتمنى يكونوا اساسيين، حد من الاثنين مروان او حمدي فتحي. حته الخط الهجومي فنيجي نتكلم، حسين الشحات جاهز العب، مش جاهز فاعتقد هيكون الموضوع عند متروك لبيرسي تاو اللي ما هيكون موجود. ولكن حسين الشحات لو جاهز اتمنى يكون موجود. طاهر الناحيه الثانيه طبعا في عدم وجود عبد القادر، في عدم جاهزيته، ولكن لو جاهز زي ما الطبيب قال
فايه المشكله انه يلعب في مباراه زي كده؟ خط الهجوم لا شريف ولا شادي حسين، كهربا ولا بيرسي تاو كمان، كهربا هو اللي يكون اضافه، والعجله ماشيه معاه اليومين دول، كهربا العجله ماشيه معاه، الدنيا بينزل ويسجل، ينزل ويساهم، تحركاته كويسه، هو اللي فايق اكتر في الجانب الهجومي من ناحيه الخط الهجومي للنادي الاهلي. فدي التشكيله المتوقعه والتشكيله المناسبه من وجهه نظري. ممكن تختلف او تتفق معايا، فتقدر تقول في الكومنتات انت يعني شايف مين التشكيله المناسبه للاهلي امام صن داونز. اما توقعاتي للمباراه، فتوقعاتي انا لسير المباراه او توقعاتي للفوز ف2-1 للاهلي. اما تمنياتي فهو الفوز، يعني الفوز اي نتيجه، 1-2 ان شاء الله، اي نتيجه مش مهم. ولكن في حاله التعادل بنتيجه سلبيه او نتيجه ايجابيه، فهي هتكون نتيجه بالنسبه لي للاهلي سلبيه. هقول لك ليه، هتيجي ونحسب الورق والقلم. فالاهلي عنده 4، لو تعادل هيكون 5، وصن داونز 7 فهيكون 8 نقط. فهنيجي نبص ليه المباراه الصن داونز امام الهلال، فيا عم قول مثلا الهلال كسب، فالهلال خلاص صعد رسميا، فنيجي نبص لصن داونز 8 نقط، واخر مباراه ليه هيكون مع مين؟ هيكون مع القطن الكاميروني اللي الاهلي لعبه وهيكسب طبعا الاهلي، فالاهلي هيكون عنده 8 نقط. فنيجي لاخر جوله فتلاقي صن داونز بقت 11 نقطه، والاهلي لعب الهلال السوداني، فالاهلي يفترض ان هو هيكسب الهلال السوداني فيبقى 11 نقطه زيه زي صن داونز. فنيجي نبص للمواجهات المباشره، فهتلاقي صن داونز اتعادلت مع الاهلي 2-2، هو الاهلي تعادل مع صن داونز في جنوب افريقيا 0-0 او 1-1. فاعتقد فالنتيجه دي مش هتكون مناسبه للاهلي لترشحه للدور المقبل، فالصعود هيكون من نصيب الهلال اللي قدر يفوز على صن داونز، وقدر صن داونز تفوز على القطن، وقدرت انها يعني تنتصر على الاهلي في المواجهات المباشره. ولكن الحل عند لعيبه الاهلي، عاوز تصعد بص على ال3 نقط، غير كده فما تلومش الا نفسك. وممكن الحقيقه برضو الموضوع يتعقرب اكتر من كده في حال ان فوز الهلال السوداني على صن داونز في السودان. ولكن الهلال يفوز على صن داونز، الاهلي يفوز على صن داونز بنسبه 90%، الاهلي والهلال هيكونوا موجودين في دور الثمانيه. ودي الحقيقه والنياتي اللي اتمناها، صعود الاهلي والهلال الى دور الثمانيه من دور المجموعات وخروج صن داونز. ولكن كل الامنيات ديت صعبه ولكن مش مستحيله، صعبه لان فريق صن داونز فريق كبير، فريق عنده امكانيات رهيبه، فريق مرشح بقوه للفوز بالبطوله، بعيد ان هو بيخرج في الادوار الاقصائيه، ولكن هو فريق قوي جدا، ولكن مش مستحيله، ولكن هي موجوده. ولكن الموضوع صعب، الموضوع في ايد الاهلي اولا انه يفوز على صن داونز ويجدد اماله في الصعود، والهلال طبعا اللي عاوز يحسم الصعود قبل مواجهه القاهره امام الاهلي. ولكن ان شاء الله كل التوفيق للاهلي والهلال انهم هما الاثنين يصعدوا من المجموعه. وكفايه عظمه لحد كده، واستنوني في ليله من ليالي العظمه كتيره جدا الايام الجايه. سلام.